هذه عقيدتنا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. صنفان من أهل النار لم أرهما. هذه المرأة من أهل النار، فمن رأى امرأة متبرجة تمشي في الطريق فإنه رأى امرأة من أهل النار، إلا أن تتوب ويتغمدها الله تعالى برحمته. قوم معهم صياط كأذنب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، والحديث في مسلم. والآن انتشر فينا أو في نسائنا هذا الحجاب المتبرج، تقول هي متحجبة، وأي حجاب هذا؟ تلبس يعني البنطال الجينز الذي يحدد عورتها، وتضع على رأسها قطعة قماش وتقول أنا متحجبة. هل هذا هو الحجاب؟ ومنهن من ترفع عن كمها وتظهر بزينتها وقد ملأت وجهها بالمساحيق. أي حجاب هذا؟ وأين الرجول اليوم؟ بعض الرجال ما يريدون، أو الذكور حتى أسميهم بأسمائهم الحقيقية، إن بعض الذكور في هذا الزمن يكرهون سماع هذا الكلام، ويقولون: لماذا تتهموننا بأننا نحن ديوثون ونحن كذا وكذا؟ نحن لسنا من اتهمكم، لكن أنتم ماتت فيكم الغيرة، وتركتم بناتكم وزوجاتكم يخرجن في هذه الصورة الخليعة، وإنكم ستحاسبون عليهن يوم القيامة. المرأة تتبرج وزوجها يعاقب معها. اتقوا الله يا أيها الذكور، وحاولوا أن تصبحوا رجالا بأن تمنعوا بناتكم حتى لا يخرجن في هذه الصورة التي أفسدت أخلاق الشباب. كثير من الشباب اليوم لا يصلون ولا يستقيمون بسبب هذه الأمور الظاهرة. الله سبحانه وتعالى قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إنك مسؤول عن ابنتك ومسؤول عن زوجتك، فاتق الله تعالى في نفسك وفيها. ثم إنها المرأة التي تخرج وقد تعطلت حتى وإن كانت بالجلباب، فإنها أيضا تعتبر زانية، أي في حكم الزانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطلت فمرت على قوم ليجدوا ريحها أو من ريحها فهي زانية. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وفي صحيح الجامع. وزاد أحمد: وكل عين زانية، كل من ينظر إليها أيضا يعتبر زان، أي من مقدمات الزنا.